السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نقول وصفتنا النهاردة، صلي على من أنار الكون توحيدا وإيمانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. عذرا معلش أنا صوتي رايح، بس أنا طبعا لازم أنزل لكم كل يوم فيديو عشان طبعا أرجع القناة تاني على رجليها، لأن القناة الفترة اللي فاتت وقعت خالص. فأتمنى منكم طبعا تشجعوني باللايك والاشتراك، ولو أمكن تشيروا لي الفيديو مع أصحابكم. بما إن الجو بقى برد وال في أيام شتاء، فهي أكتر حاجة هتدفيكي هو طبق العدس. طبعا تعالوا أعمله معاكم كده بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. طبعا هنحط مقدار العدس اللي انتي عايزاه، هتحطي كده جزراية وبطاطساية وبصلاية وحبتين أو حبات طماطم كده زي ما شفتوا معايا. طبعا المقدار اللي انتي تحبيه. حط معايا البهارات بقى زي ما شفتوا، معلقة كده صغيرة غرامية من اللي هو الكمون، على فلفل، من الكمون، على شطة، على ملح زي ما شفتوا معايا. معلش انا لو مش مظبطة معاكم في الفيديو ده، بس ان شاء الله هكون احسن الفيديو الجاي. ومعلقة كده صغيرة، نص معلقة صغيرة كده من اللي هو بهارات اسمه بودرة التوم باودر، ونص معلقة صغيرة من البصل البودر. تمام، هي دي كل البهارات اللي بتحتاجها شوربة العدس. توم باودر، بصل باودر، كمون على ملح. تمام كده، كمون على كزبرة على ملح. حطيتهم كده ويقعدوا يفضلوا يغلوا كده مع بعض، واول ما تعمل معايا ريم زي ما شفتوا معايا، هشيل الريم ده خالص اتخلص منه. طبعا انا حطيت الطماطمايه كده زي ما هي علشان اشيل القشرة بتاعتها الخارجية دي، عشان ما تعملش اي حموضة على صدرنا وكده يعني، لانها مش محبوبة خالص في الاكل. زي ما شفتوا معايا كده طلعت الطماطمايه، شلت القشرة بتاعتها الخارجية، وهرجع وارجعها تاني مع العدس اضربه كله في الكبة. طبعا انا طفيت عليها النار لما حسيت ان البطاطس والجزر والحاجات المكونات بتاعتي كلها استوت يعني. تمام كده، هبدأ اضربه بقى كده في الكبة زي ما انتوا شايفين. خدش معايا ضرب كتير يعني، انتوا اكيد عارفين يعني كل حاجة مستوية، فاحنا بنهرسه كده مع بعضه، نضربه ضربة بسيطة. رجع الحلة معايا تاني على النار، حط فيها حوالي معلقتين من الزيت، وهنزل كده بحوالي نص معلقة من الثوم المفروم. ابدأ اديله لون كده دهبي، وبعد ما ياخد اللون الدهبي الجميل اللي انتوا شفتوه معايا، اروح نازلة بخليط العدس بتاعي. تمام كده، هقلب فيه بقى كده لحد ما يبدأ يغلي ويبدأ يكون معايا ريم تاني. اول ما يكون معايا ريم اروح شايلاه واسيبها بقى تاخد ايه غلوة او اتنين كده مع نفسها، مش وقت كتير، حوالي دقيقتين كده تغلي مع نفسها، دي حوالي دقيقتين، وبكده العدس بتاعي يكون جاهز. اشربي احلى طبق شوربة عدس في الجو البرد اللي احنا فيه ده. دي اكتر حاجة هتدفيكي وتكون مفيدة ليكي في البرد والتعب اللي احنا بنمر بيه في فترة البرد ده. ربنا يعديها علينا على خير ان شاء الله جميعا، واسترها معانا يا رب العالمين. طبعا وصل معايا لحد دلوقتي الفيديو، متنسيش طبعا تحط اللايك بتاعك الحلو، تعمل لي كومنت حلو كده يشجعني ويحفزني ان انا انزلك بفيديوهات، عشان ان شاء الله ارجع القناة تاني على رجليها. طبعا ده كله بيبقى بفضل دعمكم ليا. وطبعا ما تنسوش تدعوا لابويا ولاموات المسلمين جميعا بالرحمة والمغفرة. وكده يكون العدس بتاعي جاهز. شايفين القوام بتاعه ولونه؟ طبعا الجزر هو اللي بيديك اللون ده مع الطماطم. ما بحتاجش ان انا احط بقى اي اضافات من البهارات زي بودرة زعفران، زي كركم، زي الحاجات اللي هي بتدي الوان في الاكل يعني من البهارات. لا، هي كلها حاجات طبيعية عشان في الجو البرد ده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.